السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل سبرينج رولز حلو جدا هيعجبكم. انا عاملاه بالخضار وممكن نعمل حشوات مختلفة هكلمكم عليها بعدين. معايا هنا كوباية مشروم فريش، وكوباية من الكرومب بتاع الكولي سلو، ونص كوباية من الجزر مقطعاه شرايح رفيعة جدا، بصلة صغيرة وشوية موتزاريلا، وثلاث معالق زيت وشوية ملح وفلفل. وده جلاش مش سبرينج رولز ولا حاجة. هنروح على النار هنشوح الخضار بتاعنا. هحط معلقة زيت واحدة بس كبيرة، زيت زيتون، زيت ذرة، زيت نباتي، اي حاجة. وهنشوح البصلة الاول. الوصفة دي تنفع جدا مع الرجيم، ما فيهاش اي حاجة ولا نسبة دهون ولا اي حاجة، وتنفع طبق جانبي، تنفع عشاء خفيف، تنفع في لانش بوكس في المدرسة للولاد، زي ما احنا عايزين. اول حاجة هنزل بيها بعد البصل هي الجزر، لانه بياخد وقت شوية عشان يستوي، وانا مش عايزة الخضار يبقى مهري، لكن يعني يبقى مستوي. نزلت الجزر، وبعد ما خدت تشويحتين ودبل شوية نزلت بالكرنب، وكل ده على نار متوسطة. الكرنب ممكن يبقى الموف وممكن الاخضر، وممكن اخلط الاتنين مع بعض. كل دي فايدة لينا. وممكن فلفل الوان، احمر اصفر اخضر، ممكن حامي، براحتكم يا جماعة. الحشوة دي مش قادرة اقول لكم قد ايه مريحة. وممكن سبانخ مع الجبنة يعني. لو عندي بواقي فراخ انا هنزل هنا بالمشروم اهو، الفريش اخر حاجه بنزل بيها المشروم. لو عندي بواقي فراخ اقدر اقطعها ترانشات واحطها مع الخضار ده زي ما انتوا شايفين. ولو عندي رز مستوي هقدر احطه واقطع مع الفراخ مع معلقه صويا صوص كبيره ومعلقه خل تفاح، واقلب مع شويه ملح وفلفل، وبعدين احشي بيها. هنا انا اتكيت على المشروم، اتاكدت ان هو استوى تماما. دلوقتي اقدر احط الملح، لان الملح بيسحب الميه اللي موجوده في اي خضار، فما اقدرش اعمل كده في المشروم عشان ما يجلدش. لما استوى حطيت الملح والفلفل واديته تشويحه وطفيت على كده. تمام. هسيب بقى الحشوه بتاعتي دي تبرد على جنب، عقبال ما انا اقطع الجلاش بتاعي بنفس حجم وشكل السبرينج رولز المتعارف عليه. طبعا العجينه التانية دي غاليه، وهي عجينه الجلاش بتاعتنا، فيعني من باب التوفير والمتواجد والاسهل انا هعمل الجلاش. والسبرينج رولز يا جماعه على فكره بيتعمل حادق وحلو، ان شاء الله نعمل منه وصفات حلوه بعدين. لكن انا حبيت اوريكم طبق سريع. ينفع عشاء، لو انا مثلا عايزه اكل عشاء مختلف. ينفع فكره من افكار اللانش بوكس اللي هنعمل عليها ان شاء الله حلقه كامله او حلقتين لللانش بوكس والمدارس. وينفع كمان طبق جانبي جنب الاكل، زي السمبوسك وزي الكبيبه وزي المحاشي اللي بتحط اطباق جانبيه. ده طبق جانبي حلو جدا ومختلف، وحشواته متنوعه جدا جدا. تمام. سويت المربع بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين، اخد شكل السبرينج رولز بالظبط. خلاص كده انا تمام. والحشوه بتاعتي كانت بردت عشان ما احطهاش على الجلاش وهي سخنه، فالعجين يتقطع في ايدي. انتوا عارفين ان عجين السبرينج رولز الجلاش بيبقى خفيف فبيتقطع بسهوله. هاخد طبقتين مش اكتر من كده عشان ما يعضش معايا جامد وانا بقطم، اتنين بس، وهحط بينهم مسحه كده بالفرشه زيت. طبعا لو عايزه تبدلي الزيت دي بزبده يعني براحتك جدا، لكن انا عاملاه خفيف خالص. مسحت مسحة اهو، اتأكدت ان الورقة كلها متغطية بالزيت كويس، متغلفة كويس جدا. هحط عليها الورقة التانية وابدأ احشي والف. بصوا ازاي. هجيب الورقة بقى اخليها زي سامبوكسة. قلبت المربع خليته شكل سامبوكسة قدامي، وجيت في النص حطيت الحشو اهو. بصوا فوق عند بوز السامبوكسة من فوق، وحطيت الحرفين على بعض، وحطيت الجبنة في النص. وهبدأ ألف. هوريكم واحدة تاني بالراحة من الأول. اللفة بتاعتها وأنا بلف بالراحة جدا عشان الجلاش ما يتقطعش. بلف كويس جدا، وعلى القفلة أحطها في الصاج. تمام. هنشوف واحدة كمان تاني بالراحة. أنا بحط طبقتين اتنين بس. هاخد أول طبقة وأحط عليها الزيت بتاعها، أمسحها مسحة خفيفة جدا، وبعدين أحط عليها الورقة التانية. تمام. عشان تبقى ماسكة نفسها. لو حطيت 3 ورقات ممكن تعض شوية وانا باكل، فكده احسن، خفيفة وهشة ومقرمشة. اجيب بقى المربع بالورب كده اخليه شكله زي السمبوكسة، وابدأ احط الحشو في النص.
وبعدين هحط الجبنة واقفل عليها من الجنبين والفها. وانا بلف اضغط شوية مش كتير عشان ما تتقطعش، بس عشان برضو تبقى ملفوفة كويس معايا. تمام. هكمل بقى كل الكمية على كده، وبعدين هجيب الفرشة بتاعتي وامسح بيهم على الوش تاني مسحة زيت صغيرة عشان يقرمش ويلمع في الفرن ما يبقاش مطفي. مينفعش استغنى عن المرحلة دي، ان انا احط على الوش مسحة زيت بس خفيف، كل حاجة خفيف. هدخلهم الفرن قعدوا 10 دقايق بالظبط، وطلعوا بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. مقرمشة جدا من بره، مغذية ولطيفة جدا من جوه، حشوة مختلفة. ولو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك. انا رندا ودي قناتي، وبالهنا والشفا.